اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي، صباح الفل والورد والياسمين والخير والسعادة والتفاؤل. ربنا يجعلها أيام مباركة علينا وعليكم. كل عام وانتم بخير بمناسبة دخول شهر رجب المبارك. ويا رب يبلغنا شهر رمضان على خير حال ويرزقنا فيه العمل الصالح يا رب وإياكم كده. وإن شاء الله يا رب كده يجعلها أيام سعيدة وأيام خير وهنا، ويرزقنا فيها التفاؤل والرزق الواسع، وينول كل إنسان يا رب ما اللي بيتمناه كله. النهارده بقى تعالوا على الفيديو الجميل دوت. يلا بينا كده نشوف ايه هنعمل مع بعض. الدونت هنعمله ازاي النهارده؟ مش هنعمله بقى في زيت، وانتوا عارفين ان الزيت غالي والدنيا بايظه. تعالوا بقى نشوف النهارده هنعمله ازاي في الفرن، وهيبقى بطريقه سهله جدا وجميله قوي، وعايزه اقولك النتيجه روعه الروعه. بصي الجمال وبصي الطراوه، حاجه كده تحفه بجد. كانت عجينته حاجه خرافه. آه، طبعا احنا هندخل على الفيديو على طول، واللي ما اشتركتش تشترك وتعمل لايك وتعمل لي شير للفيديو الجميل دوت. ويلا بينا بقى نشوف الفيديو القمر ده هنعمل فيه ايه النهارده، والعجينه اسرارها هتكون ايه. يلا بينا على الفيديو. النهارده الدونات ده من الحاجات الجميله جدا، يعني عايزه اقول لك فئه الشباب والبنات والاطفال من محب الدونات. يلا بقى نعمله النهارده عشان كله بيحبه. معايا كوبايه من اللبن كده زي ما انت شايفه، هنزل بيها في بوله اول حاجه، وهنزل عليها بكوبايه نص كوبايه من السكر، وكمان هنزل عليها بمعلقه كبيره من الخميره الفوريه. لغايه كده تمام. تمام. معايا كمان حوالي 4 معالق من الزيت بما يعادل ربع كوبايه. تمام. ومعايا كمان ظرفين من الفانيليا، وهنزل بيهم كده، وهقلب الكلام الجميل ده كله على بعضه زي ما انت شايفه لغايه ما ادوب معايا السكر. هندوب السكر في المكونات دي كلها لغايه ما تدوب معانا، وبعد كده هنشوف هنحط ايه تاني. يلا بقى نحط اللايك، وعايز الفيديو ده يجيب لايكات كتير جدا، لان انتوا كرمة وناس جميلة وناس بحبهم جدا، ربنا يخليكم ليا. هنزل بقى بكيلو من الدقيق بما يعادل 8 كوبايات من الدقيق، واخر كوبايه لو بتحطيها هتسيبي كوبايه للاخر ونعجن بيها. هنا نزلت كمان بنص معلقه من البيكنج باودر، واقلب الكلام الجميل ده كله. انا هنا قلت لك كيلو دقيق، اللي عايزه تحطي كيلو هتحطي كيلو. تمام التمام. لغايه ما تعجن وتشوف حسب نوع الدقيق طبعا هيحتاج ميه او مش هيحتاج ميه. تمام. هنا كيلو الدقيق خد معايا بالظبط كوبايتين ونص من الميه بما فيهم اللبن، يعني خد كوبايه لبن وكوبايه ونص من الميه. تمام. عايزه تعجنيه بلبن خالص مفيش مشكله، عايزه تعجنيه بميه ولبن عادي جدا. اللي يريحك اعمليه، بس هو طبعا كل ما بتزوديه كل ما بتديله المكونات بتاعته اقوى، بتكون طبعا العجينه احلى واجمل بكتير. تمام. اهم حاجه بقى في العجينه بتاعت الدونات العجن، اهم حاجه تعجني فيها كويس جدا. تمام. العجين بالذات من الحاجات الجميله اللي لما كل ما تديها عجن وكل ما تخدميها في العجن، كل ما تطلع معاكي عجينه ناعمه وجميله جدا. تمام. انا هنا اديتها الاول، لميت العجينه بتاعتي بالميه بتاعتها زي ما انت شايفه، هي خدت معايا بالظبط كوبايتين ونص بما فيهم كوبايه اللبن. تمام. خدتها بقى على الرخامه كده، واديها بقى عجن لغايه عايزه اقولك لما تحسي ان هي خلاص شربت فعلا الميه واللبن بتوعها. تمام كده. هبدا افردها كده شويه. هتحطي فيها ايه هقولك دلوقتي. معايا مكعبين من الزبده بدرجه حراره المطبخ. تمام كده. او بتسيحيهم لو هي طبعا الزبده بتاعتك ناشفه شويه بتسيحيها. انا كانت عندي طالعه من التلاجة فديتها كده تسيحه خفيفه يا دوبك ساحت. مكعبين من الزبده بمعدل مثلا ايه ربع كوبايه زبده. تمام. حطيت نصها الاول كده على العجينه لغايه ما شربتها لها، وبعد كده بنزل بالنص التاني اللي هو المكعب التاني، يعني هم مكعبين من الزبده. تمام. اهم حاجه انك بتريحي في كل عجنه من ديت، يعني بتفردي العجينه بتاعتك كده وبتسيبيها تريح شويه دقيقه دقيقتين. يعني بجد من الحاجات الجميله جدا ومن سر العجينه الناجحه انك تسيبيها في نص العجن كده ترتاح شويه، وترجعي تكملي عليها. عارفه الحته ديت بتخلي العجينه معاكي جميله جدا وناعمه وملسه، وانت كمان بتشكليها بتبقى عجينه جميله جدا. اديها بقى عجن كده واخبطيها في الرخامه كده لغايه لما تطلع معاكي عجينه ناجحه وعجينه ناعمه زي ما انت شايفه كده الجمال. انا طبعا قطعت من الفيديو كتير لان طبعا مش هقعد معاكي لغايه ما اخلصها خالص. هنحطها بقى في بوله كده واديها مسحه من الزيت عشان طبعا ما تلزقش معايا في الاسترتش اللي بغطيها بيه. وهغطيها لغايه ما تخمر معايا خالص في مكان دافي. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني بعد ما خمرت معانا. تمام. ادي غطيناها اهو وهتبقى خمرت معانا خلاص.
وهنشوف بقى هنتعامل معاها ازاي. بصي الجمال، عجينة ناعمة جدا وجميلة جدا ما شاء الله تبارك الله. اللي بيخلي العجينة معاكي جميلة كده وناعمة كده هو طبعا مفيش كلام، العجن بتاعها. تمام. هبدأ التشكيل بتاعها. في عندي حالتين من التشكيل، هتختاري منهم واحدة. يا إما هتفردي العجينة دي كلها مرة واحدة وهتقطعيها عندك بأي قطاعة، تمام، أي حجم من القطاعات المدورة. يا إما هتكوريها زي ما أنا كورت كده، وهتبدأي تعمليها زي حجم القرصة كده، يعني حجم القطعة هنا يعني مثلا قد البيضة أو أكبر بشوية، أو هتعمليها يعني بحجم القرصة كده. تمام. وتبدأي تشكلي فيها زي ما احنا هنعمل دلوقتي. انا هنا قطعتها قطع مكوره كده، وهبدا افردها. ولو عندك بقى قطعه مدوره اصغر منها، اللي هي مثلا البلبله بتاعه التشكيل بتاعه التورت، هتقطعي بيها كده من النص. او عندك اي حاجه مدوره بنفس الحجم كده هتقطعي بيها برضو. اي حاجه عندك هتقطعي بيها الدايره اللي في النص دي. والقطعه الصغيره اللي على الجنب على الشمال دي بقى طبعا لسه هنستفيد بيها برضو، مش هنرميها ولا هنرجع نشكلها تاني. عايزه ترجعي تشكليها شكليها، بس انا هعمل بيها شكل حلو جدا في الاخر هيعجبك. تمام. فانا هنا بقطعها بحجم القرصه بالظبط زي ما انت شايفه. تمام. اوعي بقى تنسي تحطي لي اللايك يا حبيبه قلبي، انا عايزه الفيديو ده يوصل لايكات كتير عشان انتوا حبايبي وبحبكم وولادي وحبايبي واخواتي طبعا. بجد بجد ما تحرمش منكم يا رب على كلامكم الجميل اللي بسمعه منكم اللي بشوفه منكم في الكومنتات. بجد ربنا يخليكم ويفرح قلبكم. اهو زي ما انت شايفه كده هنخلص بقى الكميه كلها زي ما انت هتشوفي دلوقتي. الكميه كلها على الوضع اللي احنا هنعمله. بس خدي بالك من حته كمان، وانت بتحطي الدونت في الصينيه، ظبطيه بحيث ان هو كله يكون متظبط كده، الدايره بتاعته مظبوطه، عشان خاطر لما تيجي تخمر معاكي مش هتقدري تحركيها، لان هي هتدخل الفرن على وضعها كده. هنا خلصنا الكميه، وكانت طبعا يعني سبتها خمرت كمان. كانت عبال ما خلصت الكميه كلها الصواني الاولانيه خمرت، فاللي بعدها فاللي بعدها. وطبعا هنا كان كله خمر مع بعضه. خلاص هدخلهم بقى، هديهم مسحه من اللبن زي ما انت شايفه كده. انا مش عايزه اديهم لمعه، لان انا كده كده هديهم وش كمان بتاع التزيين، فانا مش هديهم لمعه خالص. ممكن بقى لو عايزه تديهم اللمعه الحلوه ديت، هتدي لها صفار بيضه مع معلقتين من اللبن مع رشه فانيليا، وهتدي له اللمعه اللي فوق الوش دي. هنا بقى هعمل حاجه اسمها الجليس من غير شوكولاته ومن غير طبعا احنا طبعا اللي هتقولي انا مش بعمله عشان الشوكولاتات والموضوع بتاع التزيين ووجع الدماغ بتاع التزيين. لا يا ستي، هاتي لك كوبايتين من السكر واضربيهم في المطحنه وتعالى اقول لك نعمل ايه. اول حاجه هنا انا خدت كوبايه سكر بودر ونزلت عليها ب3 معالق من اللبن، وقلبي كده. هما مكونين بس هنعمل بيهم الجليس دوت. حاجه جميله جدا ما شاء الله، يعني عايزه اقول لك بديل الشوكولاته، روعه جدا. طبعا انا عملت الاولاني ابيض زي الكريمه كده او زي الشوكولاته البيضاء. تمام. هاخد كوبايه تانية اهي من السكر البودره. طبعا الكميه اللي انا ضربتها كانت حوالي كوبايتين سكر، سكر عادي، ضربتهم اداني كميه حلوه حوالي 3 كوبايات اهوت. فنزلت بالكوبايه التانية من السكر البودره وعليها 3 4 معالق من اللبن، وكمان اديتها لون اصفر كده عشان اعمل طبعا الوان حلوه على الدونت، هتديني شكل حلو جدا زي ما احنا شفنا في بدايه الفيديو. تمام. المهم انك تقلبيه كويس جدا، تقلبي الجليز ده كويس جدا لحد ما يدوب معاكي السكر تماما في المعلقتين الثلاثه من اللبن. ولو حسيتي ان القوام تقيل شويه اديله معلقه لبن كمان. بس خلي بالك هنا بتحطي اللبن بحرص شويه، عشان طبعا مش عايزينه خفيف، احنا عايزينه زي الشوكولاته بالظبط. تمام. هنا برضو حطيت كوبايه سكر بودر وعليها معلقتين 3 من اللبن، وعليهم معلقه واحده بس من معلقه كبيره من الكاكاو عشان اعمل شكل الشوكولاته. تمام كده. هنا بقى الجمال، بصي طالعه عامله ازاي من الفرن، حاجه جميله وتحفه جدا، والعجينه بتاعتها طريه جدا. طبعا الدونت اللي بيتعمل في الفرن هنا ما بيتحشاش من جوه، لان طبعا احنا عاملينه في الفرن. اللي بيتقلى في الزيت بيبقى حاجه تانية، لان طبعا زي ما انت شايفه كده من جوه يعتبر مقفول، ما فيهوش النفشه بتاعه القليه بتاعه الزيت. فانا شايفه ان هو مش هيفرق كتير، بما ان احنا طبعا زينا الوش بتاعه. طبعا لو عندك الشوكولاته الاصليه مفيش مشكله خالص، هنحط الشوكولاتات البيضه والحمراء بتاعتنا عادي جدا. انما طبعا هنا مش عايزين شوكولاتات والموضوع مكلف شويه، يبقى اعملي زي ما بقولك كده بجد، وطعمه حلو جدا. الانجليز ده من الحاجات الجميله، وعايزه اقولك ده امريكاني كمان، يعني اغلب الوصفات في امريكا بيعملوها بنفس الطريقه كده في الدونات بالذات. تمام.
اهو زي ما انت شايفه كده. بتعوسي بقى الوش كده، انا طبعا نزلته في طبق اوسع عشان خاطر طبعا يبقى يعني اتملك ان انا اعمل اديله الوش صح. وعندي هنا بقى طبعا الجليس الابيض زينت بيه الوش زي ما انت شايفه كده. ده انا عبيته في كيس حلواني، وطبعا بزين بيه الوش زي ما انت شايفه. اتمنى الفيديو يكون خفيف على قلوبكم وعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.